يا صباح الفل يا صباح الجمال على عيونكم. النهارده بقى هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وكبير وصغير بيحبها. تقدري بقى تعمليها في مصيف في أي مكان أنت حباه من غير فرن ولا عجن ولا أي تعب ولا أي حاجة خالص. هنعمل النهارده الكريب بكل سهولة زي ما انتم شايفين، طالع كده بالعظمة اللي انتم شايفينها ومش هيكلفني أي حاجة خالص. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو، بس كومنت بقى حلو منكم ليا ولايك وعلوا لي بقى الفيديو دوت. أنا عندي هنا الرقاق الفلاحي الطري، ده الرقاق الفلاحي. طبعا انتوا عارفين ان حجمه بيبقى كبير، فانا مش هعمل الرغيف كامل، لا هاخد نصه عشان يطلع معايا الكريب خفيف زي بتاع بره بالظبط. بص انا جبت هنا اول نص، وهاجي كده احط الحشوه اللي موجوده عندي. ده عندي ستريبس انا مقطعه كده مكعبات، وزي ما انتم شايفين انت عندك اي حشوه بتحبيها للكريب اعمليها، دي اختياري وانت حره في اللي انت هتعمليه، يعني الاكل ده اذواق. جبت عندي بطاطس محمره، وحدي بقى كده رشه كاتشب، بقى الشغل بقى الحلو اللي انتم شايفينه يا سيدي يا سيدي. وحدي بقى الجبنه بتاعتي، اي نوع جبنه موجود عندك او اي نوع جبنه انت بتحبيه واللي انت بصي اللي مقدرتك عليه اعمليه. وهاجي بقى امسك اول طرف كده واحطه زي ما انتم شايفين. بصوا شكل الكريب بالظبط، عملته السبعه بتاعت الكريب، مفيش احلى ولا اجمل من كده. سخنت الطاسه بتاعتي ونزلت بقى بيه كده، خدت صدمه على الوشين عشان الجبنه تسيح بس معايا، لان كل حاجه فيه مستويه وطالع معايا بقى بالشكل العظمه اللي انتم شفتوه. انا بعمل معاك واحد تاني بسيط سهل. عندك اي حشوه غير الحشوه اللي عندي اعمليه، ممكن تعمليه ميكس جبن مع فلفل وزيتون، ممكن تعملي اي حشوه، اي حشوه موجوده عندك. جبته زي ما انتم شايفينه، قلبته من هنا لهنا، طلع معايا بالشكل العظمه ده كده زي ما انتم شايفين، وطلع معايا احلى كريب بالعظمه دي. يا رب الفيديو يعجبكم، الفيديو سهل وبسيط، ولا عجنت ولا خبزت ولا عملت اي حاجه. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم فيديو جديد، سلام.